واش هاد التصويره حقيقيه ولا مزوره؟ بزاف منكم طاقونا باش يعرفوا الاصل ديالها، خصوصا انكم ملي كديروا غوشيرش باغ ايماج بحث بالصوره ما كتلقاو والو، وكيبقاو يطلعوا لكم غير الروابط ديال صفحات في اكس وانستغرام ولا بينترست. تصويره كنشوفوا فيها راجل لابس قفطان النطع المغربي الاصيل والشهير. شكون هاد السيد؟ هادشي عنده علاقه بوفد هولندي ديال شركه طيران سميتها شراينر، جاو للمغرب وتحديدا لمدينه طنجه. شفنا هاد الكومونتير ديال هاد الفلوس في واحد البوست في اكس اللي كيشرح باللي هاد التصويره ما كايناش في الارشيف ديال شركه الطيران، وباللي هي مزوره، زعما واعر وكيفهم ومجهد في داكشي ديال التاريخ. ماشي مشكلة سيدي، حنا هنا باش نحطوا النقط على الحروف. نشوفوا دابا تصويرة مزيان، غادي تلقاو السمية ديال المتحف مطبوعة ووترمارك نيدرلاندز فوتو ميوزيوم، المتحف الهولندي للصور. إلا مشينا للسيت ديال هذا المتحف غادي نلقاو نفس الصورة، بلاتي نزومي فوالا، وتصورات قدام لو غران اوتيل فيلا دو فرانس بطنجة. وهادشي كان في واحد الرحلة دارتها الشركة ما بين 25 و 28 غشت 1964، واللي وثق هاد اللحظة هو المصور الهولندي المعروف كاس أورتيوس. ودابا السؤال المهم، شكون هاد السيد اللي لابس هاد القفطان اللي حمق الجيران؟ المتحف كاتب في الوصف التقني ديال الصوره باللي على الارجح هذا هو بوب شراينر شخصيا في مدينه طنجه. والارشيف ما فيش غير هاد اللقطه بوحدها، كاين البوم كامل كيوثق هاد الحدث، غادي تلقاو فيه تصاور ديالو مع الفريق اللي مرافقو وتصاور ديال الاحتفالات. هادشي كله كيأكد باللي الرحله مصوره من جميع الجوانب، ماشي غير تصويره معزوله اللي يقدر اي واحد يشكك فيها. بسلامه.